السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وبفضلك وأمرك إن شئت فاجعل الأمر سهلا يا رب. طيب ازيكم يا شباب؟ سريعا كده بس، احنا بإذن الله رب العالمين ميعادنا النهارده مع حل أول درس من كتاب مندليف تبعا للمنهج اللي احنا بننزله على اليوتيوب. سريعا بس كده، أنا مين؟ أنا الدكتور أحمد الخولي، محاضر في مادة الكيمياء. دي السنة السادسة ليا إن أنا بدرس فيها مادة الكيمياء للثانوية العامة، تمام كده؟ طيب سريعا بقى كده، إحنا بإذن الله هننزل شرح المنهج كاملا على اليوتيوب بالنسبة لثالثة ثانوي، وطبعا بالنسبة لأولى وثانية لما المنهج بتاعهم بإذن الله ينزل. ده رقم واحد. رقم اتنين، عاملين كمان عرض كويس جدا، ألا وهو الباب الأولاني كاملا هينزل مجاني. الباب الأولاني كاملا من على النص هينزل مجاني، سواء الشرح سواء الحل عليه من كتاب مندليف، وكمان هيكون في متابعة دورية كل جمعة. هنزل لك كويز كده في صورة امتحان على محتوى الأسبوع، بإذن الله هيكون موجود على المنصة. تمام يا باشا؟ تمام. طيب بعد كده بداية بقى من الباب التاني شغلنا كله هيتنقل على المنصة. كده كده زي ما أنا لسه قايل لك، الشرح كامل هيكون على اليوتيوب عادي، ولكن شرح المنصة أكيد هيكون في تفاصيل أكتر، أكيد هيكون مختلف شوية عن شرح اليوتيوب. هيكون فيه تفاصيل شوية إلى حد ما، تمام؟ لازم يكون يعني حاجة مميزة للطلبة بتوع المنصة. وهنحل اساسا من كتابين، كتاب مندليف وكتاب الايزو. دول اللي هنحلهم بشكل اساسي بالتفصيل. بالاضافه كمان ان احنا هنحل كتاب الامتحان كاملا على المنهج بعد كل باب، يعني بعد كل باب بيتعمل ورشه عليه كده، هنحل عليه من كتاب الايه؟ من كتاب الامتحان. تمام يا بطل؟ تعالى يلا نبدا ونسمي الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، إحنا طبعًا بُص عشان تبقى عارف بس، الدرس الأولاني دوّة في كتاب مندليف يعني، هو عبارة عن درسين في التقسيمة بتاعتنا، اللي هو درس استخدامات العناصر، اللي هو الدرس الأولاني بتاع ال10 عناصر من أول السكنديوم لحد القرصين، والدرس التاني اللي هي أعداد التأكسد أو حالات التأكسد، تمام؟ إحنا هنحل بس اللي إحنا خدناه، اللي هو بتاع مين؟ اللي هو بتاع استخدامات العناصر الانتقالية. تعالَ يا باشا بقى. السؤال الأول بيقول لك تقع عناصر الفئة دي في الجدول الدوري الحديث ضمن الأعمدة. هو هنا بيتكلم عن رقم الأعمدة، يعني بيتكلم عن الترقيم الحديث. الترقيم الحديث اللي هو الأعمدة بتترقم 1 2 3 لحد 18، تمام؟ هو بيقول لي عناصر الفئة دي. طيب مش احنا عارفين ان عناصر الفئة دي تقع ما بين الاس وما بين البي؟ ما هي موجودة في النص هنا. الاس بتشيل كام؟ 2، يعني عندها عمودين، يعني عندها العمود رقم 1 والعمود رقم 2. طيب امال دي بتشيل كام؟ بتشيل 6. استنى، امال دي بتشيل كام؟ بتشيل 10. فهتبدا من اول 3 بقى، ما انا خدت اول عمودين في الاس، يبقى هي هتبدا من اول 3. عد معايا بقى: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني حد العمود ال 12. فهي بتاخد من الاعمده من 3 لحد 12. وبعد كده طبعا البي عندها 6 اعمده من اول بقى 13 لحد 18 اللي هي الاخيره اللي هي المجموعه الصفريه. ده الترقيم اللي بنسميه الترقيم الحديث. طيب هو بيسأل عن عناصر الفئة دي، يبقى من 3 ل 12، يبقى الإجابة الصح الإجابة رقم د عندك أهي، من 3 ل 12. جميل. طيب رقم 2، أي من أزواج العناصر الانتقالية التالية يكون التشابه في الخواص بينهما أكبر ما يمكن؟ احنا طبعا عارفين ان عناصر المجموعة الثامنة، المجموعة الثامنة ركز في الكلمة دي، المجموعة الثامنة اللي هم كان الحديد والكوبالت والنيكل، دول الأساس في السلسلة الأولى، أكيد في ناس تحتهم، بس المعلومة اللي أنا عارفها في المجموعة الثامنة إن التشابه الأفقي أعلى من التشابه الرأسي. عايز بس أوضح لك حاجة، أنا بقول التشابه الأفقي أعلى من التشابه الرأسي، مش معنى كده إن مفيش تشابه رأسي، لا في تشابه رأسي، بس أنا بقول الأفقي أعلى. تمام تمام. طيب تعالى يا باشا كده، هو بيقول لك دلوقتي يكون التشابه في الخواص بينهم أكبر ما يمكن. طيب أنت لو لاحظت الكوبالت والنيكل هم موجودين في المجموعة الثامنة، أنت لو دورت على باقي العناصر ديت، لو دورت على باقي العناصر ديت في الجدول الدوري مش هتلاقيهم في نفس المجموعة. هديك مثال، احنا عارفين ان المجموعة الثامنة في السلسلة الأولى ان هم الحديد والكوبالت والنيكل، تمام كده؟ الثلاثه دول مع بعض التشابه ما بينهم اعلى ما يمكن. طيب هو في رقم الف بيقول لي حديد مع اريو، لا احنا عايزين حديد مع كوبالت او نيكل، يبقى دي مش نافعه. طب هنا برضو الكلام النيكل مع البي دي غلط برضو، هنا الكوبالت مع الارش نفس الكلام، يبقى هو الكوبالت مع النيكل، كوبالت مع حديد، نيكل مع حديد، زي ما انت عايز. تمام. طيب رقم 3، تظهر العناصر الانتقاليه الرئيسيه في الجدول الدوري بدايه من الدوره. هو بيسال عن العناصر الانتقاليه الرئيسيه يبقى الدي بتظهر من الدوره كام؟ من الدوره الرابعه زي ما احنا عارفين، بالمجموعه 3 بي بتبدا بعنصر السكنديوم. ولكن لو اتكلم عن العناصر الانتقاليه الداخليه اللي هي الاف،
فهي بتبدا من الدوره السادسه تحت، تمام كده، موجوده في دورتين السادسه والسابعه. يبقى خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه، الرابعه والثالثه بي. يبقى الرابعه والثالثه بي، هنا الرابعه والاولى بي لا، هنا الثالثه والاولى بي لا، الثالثه والمجموعه 3 بي ايوه. يبقى الاجابه عندك هي الاجابه رقم ج. بس انا اسف، مش الثالثه، احنا قلنا في الدوره الرابعه. يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم د. طيب رقم 4 بيقول لي العنصر الذي توزيعه الالكتروني قدامك كده. بص اخره ايه؟ 4 اس 1 3 دي 5 مستر، ده كروم، ده عنصر الكروم. طيب يقع فيه، تعالى يا باشا كده انا مديك التوزيع، يلا 1 و5 6، يبقى موجود في المجموعه السادسه بي او في العمود السادس في الجدول الدوري، المجموعه السادسه يعني بالترقيم الحديث. طيب موجود في الدوره اخر اس في التوزيع، احنا قلنا عشان نحدد رقم الدوره ورقم اخر اس في التوزيع. اخر اس احنا حاطين فيها الكترونات اهي، رقمها كام؟ اللي هو الرقم اللي قدامها 4، يبقى في الدوره الرابعه. يبقى موجود في الدوره الرابعه، يبقى رقم ج غلط ورقم د غلط في الدوره الرابعه. المجموعه السادسه بي بتتكتب كده اهي، في يعني 5 وبعدها 1، يبقى في وبعدها 1، يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم الف عندك اهي. تمام. اما في رقم بي طبعا في الدوره الرابعه تمام، بس هنا المجموعه الرابعه بي بدل الفي قبلها 1 يبقى دي الرابعه، عشان احنا قلنا الاربعه قبل الخمسه. طيب رقم 5 العنصر اكس تركيبه الالكتروني هو 4 اس 2 3 دي 7، ده عنصر الكوبالت طبعا. طيب ولذلك ينتمي لعناصر الدوره الخمسه، لا احنا قلنا رقم الدوره رقم اخر اس اللي هو الدوره الرابعه، يبقى دي غلط. ينتمي لعناصر الدوره الثالثه، لا. يقع ضمن مجموعه تتكون من 3 اعمده، اصح، اللي هي عناصر المجموعه الثامنه. يلا ما افكرك، المجموعه الثامنه بتبدا بالمجموع 8، المجموع اللي هو مجموع الالكترونات الاس والدي، تبدا بالمجموع 8 و9 و10. يبقى لو مجموع الاس والدي طلع 8 او 9 و10 يبقى انا المجموعه الثامنه. بص كده يا باشا، 2 و7، 2 و7 9، اللي هو المجموع هنا وهنا، 2 و7 9، خلاص يبقى هو من ضمن المجموعه الثامنه، واحنا عارفين ان المجموعه الثامنه تتكون من 3 اعمده رئيسيه. يبقى ديت صح، الاجابه رقم ج اجابه صحيحه. طيب رقم د بيقول لي ايه؟ يقع ضمن عناصر العمود التاسع من الفئه دي. لا استنى، هو بيقول لي العمود التاسع من الفئه دي، يعني العمود في الدي. العمود في الدي باخد الالكترونات اللي موجوده في الدي بس. الحته دي هتوضح لك اكتر في الفيديو اللي هينزل باذن الله بتاع المحاضره الثانيه، يعني الحته دي هتوضح اكتر هناك. تمام. احنا دلوقتي بدل هو عايز يحدد في الفئه دي بس، يبقى اخد الالكترونات اللي في الدي بس اللي هي 7، يعني في العمود السابع في الفئه دي. ولكن هو في العمود التاسع في الجدول الدوري. ليه يا مستر؟ عشان في الاثنين بتوع الاس في الاول. يبقى لو هو كان عايز يحسب هو في العمود رقم كام في الجدول بشكل عام، فانا بجمع الكترونات الاس والدي. اما لو عايز يحسب الفئه دي بس، يبقى انا هشوف اللي في الدي بس وخلاص، بشرط ان الاس يكون فيها 2. تمام. طيب رقم 6 اذا كان التوزيع الالكتروني للعنصر اكس وواي وزد كما يلي، فان المجموعات التي يقع فيها هذه العناصر. يلا يا باشا، العنصر زد الاس فيها 2 والدي فيها 2، 2 و2 4، يبقى دي المجموعه الرابعه اهيت، فيو قبلها 1، الرابعه بي. طيب هنا 2 و5 يبقى 7، يبقى دي اهوت فيو بعدها 2 بي. طيب 1 و5 6، يبقى المجموعه السادسه بي اهيت. طيب العنصر اكس احنا قلنا المجموعه السادسه بي، يبقى دي غلط وديت غلط. العنصر واي السبعه بي، يبقى دي او ديت برضه. العنصر زد دي المجموعه الرابعه، يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم كام؟ رقم ج. جميل جدا. رقم 7 التركيب الالكتروني لعمود قبل الاخير من الفئه دي ينتهي بيه. طيب العمود قبل الاخير اخر عمود خالص، مش اللي هو كان بتاع النحاس لما كنت بوزعه اس 1 والدي 10. بس خلي بالك هو ما قالكش بتاع النحاس، هو قال لك العمود كله على بعضه. بدل العمود كله على بعضه يبقى انا بتكلم بشكل عام، وبدل بتكلم بشكل عام يبقى الاس هتاخد ان، ودي بتقل عنها بواحد، يبقى ان ناقص 1. بس عشان هو ما حددليش في السلسله الاولى ولا الثانيه، ما حددليش حتى من العنصر، يبقى انا هشتغل بالانات، بشتغل صيغه عامه. يبقى ان اس 1 ان ناقص 1 دي 10، ان اس 1 ان ناقص 1 دي 10، يبقى الاجابه عندك في الاجابه رقم ج اهي. جميل جدا. طيب رقم 8 عناصر المجموعه الثانيه عشر من الجدول الدوري. طيب المجموعه الثانيه 10 يعني العمود ال 12. هو ايه العمود ال 12 ده يا مستر؟ العمود ال 12 ده اللي هو العمود الثاني بي، اللي هو في الدي، يعني اهو المجموعه الثانيه بي اللي هي في الدي اللي كان فيها عنصر الخرسين. على فكره ده اخر عمود في الدي خالص، اخر واحد. ليه يا مستر؟ هو مش الدي بتشيل 10؟ اه يا باشا الدي بتشيل 10، بس قبلها الاس 2، وهو قال لي هنا في الجدول، فانا هجمع الاس والدي، ف2 و10 12، يبقى العمود 12 لما يكون الاس فيها 2 والدي فيها 10 بكل بساطه. بص يا باشا كده، عناصر المجموعه الثانيه عشر هي نفسها العمود الثاني عشر اللي هو ال 12.
عشان اجيب رقم المجموعه بالترقيم الحديث او رقم العمود بجمع الالكترونات الاس والدي، والعكس بقى لو هو كان مديك رقم العمود فانت هتروح توزعه على الاس والدي. هو قال لك 12 هرجع الاس 2 والدي 10 زي ما احنا قلنا اهي، يبقى ادي الاس 2 وادي الدي 10. هو قال لي المجموعه وسكت، ما حددش في الدوره الاولى ولا الثانيه ولا السلسله الاولى ولا الثانيه، ما حددش حاجه. يبقى تركيبها الالكتروني الخارجي بحط انات بس، وهنا ان ناقص 1. يبقى ان اس 2 ان ناقص 1 دي 10، يبقى الاجابه برضو رقم ج. رقم 9 تقع عناصر السلاسل الانتقاليه الرئيسيه بين المجموعتين. طيب احنا عارفين ان الفئه دي تقع الناحيه دي ما بين الفئه اس والفئه بي. طيب الفئه اس عندها مجموعتين، المجموعه 1A والمجموعه 2A، وديت عندها 6 مجموعات من اول 3A لحد المجموعه الصفريه اللي هي مجموعه الغازات الخام. طيب فهو لو سأل على العناصر الانتقاليه الرئيسيه او السلاسل الانتقاليه الرئيسيه تقع ما بين الفئه مين ومين، هقول ما بين الفئه اس وبي وخلاص. طب ما بين المجموعات، لا ما بين المجموعه هيت مجموعه 2A و3A. تمام كده، 2A و3A. طبعا 2 اللي هي 2 حرف اي يعني كده وايه، وادي 3A 3 اي وايه جنبها. طيب 2 و3 لا 2 بي لا 2 و3 ايه 2 و3 يبقى الاجابه رقم د اخر واحده اهي. تمام زي الفل. انا كده كده هستبعد اي، على فكره انت ممكن اصلا تاخدها كده بالتفكير، هي تقع العناصر الانتقاليه الرئيسيه اصلا هي بتاخد الرمز بي صح كده، فهي تقع ما بين مجموعات الايه اللي هي العناصر الممثله، يعني اي حاجه فيها بي غلط، رقم الف غلط، رقم بي غلط، ورقم ج غلط، يبقى الاجابه رقم د. رقم 10 امامك مقطع من الجدول الدوري ماشي، به رموز افتراضيه لبعض العناصر بالاضافه لعنصر الكالسيوم سي 20. طب حلو، اي من العناصر الموضحه بالجدول اللي اتبع فهم تلاقي مستوى الفرع 4 دي. تعالى يا باشا كده، انت عندك السلسله الاولى اللي هي اول سلسله في العناصر الانتقاليه، او السلسله الاولى كانت بتبدا بعنصر مين؟ بتبدا بعنصر السكنديوم، تنتهي بالخرسين طبعا. المهم كان السكنديوم جاي بعد الكالسيوم صح كده، يبقى انا عندي الكالسيوم اهو جاي بعده السكنديوم اول عنصر انتقالي، كان يتتابع فهم تلاقي ال 3 دي. يعني انا دلوقتي هل على هذا الاساس بما ان الكالسيوم موجود هنا في الجدول اهو، يبقى اذا السلسله الاولى ده اللي هي الاي والبي والاي يتتابع فيهم من تلاقي ال 3 دي صح كده، اللي هي السلسله الاولى. يبقى دي السلسله الثانيه يتتابع فيهم ال 4 دي السلسله الثالثه يبقى الخمسه دي بس. خلي بالك ان الكالسيوم والواي اللي تحته والجي اللي تحته ده همت عناصر ممثله مالهمش دعوه بالانتقالي، لكن دول بقى انتقالي، دول كده الانتقالي عشان احنا قلنا بيظهروا بعد الكالسيوم. وضحت؟ طيب احنا قلنا يتتابع فيهم تلاقي الاربعه دي، خلاص الاربعه دي اكس والسي والدي، الاكس والسي والدي يبقى الاجابه رقم ج عندك هي السي والدي. طيب جميل جدا. طيب رقم 11 بيقول لي مجموعه العناصر التي ينتهي تركيبها الالكتروني بان اس 2 ان ناقص 1 دي 10، ان اس 2 ان ناقص 1 دي 10 مالت دي بال10 يبقى ده اخر عمود اللي هي المجموعه الثانيه بي اللي هو العمود رقم 12 اللي احنا اصلا كاتبينه فوق لسه حلين السؤال بتاعه. طيب بيقول لك تقع في المجموعه 1 بي، لا 2 اهوت و10 12 يبقى في العمود رقم 12 او المجموعه الثانيه بي. تقع في المجموعه الثانيه بي ايوه يبقى هو ده. طيب بيقول لك تقع كمان في الدوره الرابعه، لا الدوره دي اللي هي الان. هو هل اداني قيمه الان باربعه؟ لا هو كاتبها لي ان وخلاص، يعني ممكن في الدوره الرابعه والخامسه والسته والسبعه ما حددش. تمام. تقع كمان في الدوره الخامسه نفس الفكره غلط. تمام. رقم 12 يقع العنصر الذي تركيبه الالكتروني الخارجي 5 اس 2 4 دي 10. هنا بص بقى حدد لي رقم الدوره في الدوره الخامسه اهو، يبقى ده هو موجود في الدوره الخامسه، وفي المجموعه 2 و10 12 يبقى في العمود رقم 12 او المجموعه الثانيه بي بس. في الدوره الخامسه صح، المجموعه ال 12 ايوه يبقى الاجابه رقم الف تنفع اهي تنفع. طيب ضمن عناصر السلسله الانتقاليه الثالثه هو في الدوره الخامسه احنا عارفين كده ان رقم السلسله بيقل على رقم الدوره بثلاثه، فانا هشيل من الخمسه ثلاثه يتفضل اثنين يبقى انا في السلسله الثانيه مش في السلسله الثالثه، يبقى دي غلط. في الدوره السادسه والمجموعه العاشره احنا مش في الدوره السادسه اصلا ولا في المجموعه العاشره. ضمن عناصر السلسله الانتقاليه الاولى لا احنا قلنا السلسله الثانيه، يبقى الاجابه الصح الف. 13 يقع العنصر الذي ينتهي توزيعه الالكتروني بيه، بيقول لك 5 اس فيها الكترون واحد اهي، 5 اس فيها الكترون واحد، يبقى انا اولا كده في الدوره الخامسه. طيب حلو. طيب والاربعه دي فيها 5 الكترونات اهي قدامك 5 الكترونات مفرده. طيب استنى، يعني الاس يا مستر هي فيها واحد والدي فيها 5، 1 و5 6 يبقى في المجموعه السادسه بي او في العمود رقم 6. طيب في المجموعه السادسه بي صح، في الدوره الرابعه لا في الدوره الخامسه،
في الدورة الرابعة لأ. طب في المجموعة الستة بي والدورة الخامسة أيوة، يبقى الإجابة الصح الإجابة رقم ج. جميل. رقم 14 العبارات التالية صحيحة. العنصر الذي عدده الذري 45 هو عنصر انتقالي يقع في الدورة السادسة. تعال نشوف. هنوزع ال 45 يبقى كريبتون أقرب غاز خامل، كريبتون 36، وبعد كده 5s4 دي 5s2 2 و36 38 38. اتفضل كمل 45 اتفضل 7 حطهم لهم. تعالى يلا بقى في الدورة الكام؟ في الدورة الخامسة أهو رقم الاس. طب في المجموعة 2 و7 9 يبقى في المجموعة الثامنة أو في العمود التاسع. طب هو بيقول لك هو عنصر انتقالي 8 يقع في الدورة السادسة، لا احنا قلنا في الدورة الخامسة يبقى دي غلط. طب العنصر الذي ينتهي تركيبه الإلكتروني ب5 دي 10 6s1 5 دي 10 يقع أسفل عنصر الخرسين، لا ده s1 دي 10 تشابه بتاع النحاس يبقى يقع تحت النحاس يبقى دي غلط. التركيب الإلكتروني لعناصر المجموعة V وقبلها 1 يبقى دي المجموعة الرابعة B ينتهي ب NS2 N-1 دي 2 اهو 2 و2 4. كنت بجمع إلكترونات الاس والدي عشان اجيب رقم المجموعة يبقى 2 2 4 يبقى فعلا في المجموعة الأربعة B. تمام يا باشا يبقى ديت صح يبقى الإجابة رقم ج صح. طيب بعد كده السؤال رقم د بقى. التركيب الالكتروني لعناصر المجموعه في وبعدها 2 يبقى دي ال7 بي ينتهي ب اس1 ودي 5 لا 1 و5 6 يبقى كده المجموعه ال6 بي مش ال7 بي. تمام يبقى دي برضو غلط. طيب رقم 15 عنصر انتقالي رئيسي اكس تمام ينتهي توزيعه الالكتروني ب 6s2 5 دي 1. طيب اولا هو في الدوره السادسه. طب في المجموعه 2 1 3 يبقى المجموعه 3 بي تحت السكنديوم. اي مما يلي صح عن العنصر اكس تنتهي سلسلته الانتقاليه بعنصر الخرسين، لا عنصر الخرسين كان في السلسله الاولى، كان في السلسله الاولى اللي هي في الدوره الرابعه. طيب فخلي بالك ان ده في الدوره السادسه شيل منها 3 يبقى دي السلسله الثالثه. السلسله الثالثه دي افكرك كانت بتبدا بعنصر اللانسينيوم 57 بالمناسبه اللي هو العنصر اكس يعني، تنتهي بعنصر الاتش جي الزئبق 80. تمام كده يبقى دي السلسله الثالثه لكن الخرسين ده في السلسله الاولى. طيب تنتهي سلسلته الانتقاليه بعنصر الكادميوم، لا ده دي في السلسله الثانيه. كان بيبدا بعنصر اليوتيريوم وتنتهي بعنصر الكادميوم. يقع ضمن عناصر السلسله الانتقاليه الثالثه ايوه ده. طيب يقع ضمن عناصر السلسله الانتقاليه الرابعه لا يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم ج. جميل. اذا علمت ان العنصر اكس احد عناصر الدوره ان، حلو رقم الدوره ان. طيب وتوزيع الالكترون الخارجي ان اس ان ناقص 2 وبعد كده ان ناقص 1 دي من ان ناقص 1. فان رتبه السلسله الانتقاليه للعنصر اكس وعدد الالكترونات المفرده في ذرته على الترتيب. طيب تعالى كده بالراحه واحده واحده. هو بيقول لك اذا علمت ان العنصر اكس احد عناصر الدوره ان، نفترض ان احنا في الدوره الرابعه. ما ينفعش تفترض اقل من كده الاولى او الثانيه او الثالثه. ليه؟ لان بدايه العناصر الانتقاليه في الدوره الرابعه وهو قال لي تحت السلسله الانتقاليه اهو. فهو بدايتها من الدوره الرابعه يبقى اول رقم تقدر تفترضه 4. ممكن تقول الدوره الرابعه او الخامسه او السادسه او السابعه عادي. فهنفترض اول دوره عادي اللي هي اول دوره بيظهر فيها العناصر الانتقاليه الدوره الرابعه. يبقى الان ب4 يبقى هقول ساعتها 4 اس. ركز بقى الله يبارك لك كده. وهقول لك حالا دلوقتي ليه ما ينفعش غير الدوره الرابعه في بقيه التوزيع يعني. هو بيقول لك بعد كده ان ناقص 2 الاس شايله ان ناقص 2. استنى مش احنا لسه قايلين ان ب4 4 ناقص 2 يبقى الاس فيها 2. امال لو انا كنت افترضت ان هي الدوره الخامسه يبقى الان بكام يا باشا؟ ب5. فانا لما اجي اطرح بقى هنا لما اجي اطرح الحته دي 5 ناقص 2 3 يعني معنى كده انت شيلت لي الاس 3. هو الاس بتشيل 3 لا يبقى انا غصب عني العنصر ده في الدوره اهو في الدوره الرابعه وده في الدوره الرابعه يبقى في السلسله الاولى يتتابع فهمة تلاقي ال 3 دي. طيب كمل بقى معايا كده يبقى 4 اس 2 ان ناقص 1 قلنا الان ب 4 ناقص 1 3 دي والدي بيقول لك ان ناقص 1 4 ناقص 1 3 يبقى فيها 3. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ فان رتبه السلسله الانتقاليه هو عايز رتبه السلسله الرتبه اللي هو رقم السلسله في السلسله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. خلاص رتبه السلسله في السلسله الاولى. هو السلسله الاولى يبقى رقم ب غلط ورقم د الغلط. طيب وعدد الالكترونات المفرده في ذرته. طيب عدد الالكترونات المفرده الاس فيها 2 مفرد ولا ازدواج؟ لا ازدواج عشان الاس عندها اوربيتال واحد فيبقى بالشكل ده اهو اوربيتال واحد ازدواج فمش محسوب معايا. الدي عندها 5 اوربيتالات. طبقا لقاعده هوند هعمل ايه؟ اوزع فرادى الاول يبقى 1 2 3 يبقى عنده كام الكترون مفرد قدامك؟ 3 يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم ا. سؤال جميل.
رقم 17 العنصر الذي ينتهي توزيعه الإلكتروني ب 6s2. جميل. 6s2. 5 دي 1 4f7. طيب ركز معايا بقى. احنا اتفقنا ان في حته حلوه كده بيسال عن العنصر ده انتقالي رئيسي ولا انتقالي داخلي. امتى يا مستر؟ لما يكون جايب لي الدي والاف في التوزيع. ما هو العنصر ده لو ينتهي بالدي يبقى هو انتقالي رئيسي، بينتهي بالاف يبقى هو انتقالي داخلي. انا عايز اعرف بقى، انا اتفقت معاك هعمل ايه؟ ببص على الدي، لو لقيت فيها واحد بص على الاف. تاني ببص على الدي، لو لقيت فيها واحد هبص على الاف. لو لقيت الاف فيها اي رقم يبقى ساعتها انا تابع الاف. طيب لو بصيت، بص كده، لو بصيت على الدي لقيت فيها واحد، احنا قلنا هبص على مين؟ على الاف. ما لقيتش الاف موجوده او لقيت الاف فيها صفر يعني ما فيهاش حاجه، يبقى انا في الدي. تاني انا عندي احتمالين اهو، لو الدي فيها واحد كده كده هبص على الاف. بصيت على الاف لقيت فيها اي رقم يبقى انت تبع الاف. طب بصيت على الاف ما لقيتش فيها حاجه يبقى انت تبع الدي. طب بصيت من البدايه على الدي لقيت فيها اي رقم غير الواحد، اي رقم غير الواحد 2 3 4 يبقى انت تبع الدي. لان انا بحط الكترون واحد في الدي وبعد كده بروح للاف وارجع اكمل الدي تاني. تمام؟ وانا الحته دي شرحتها بالتفصيل في الفيديو يعني. طيب خلاص انا بصيت على الدي لقيت فيها واحد، هبص على الاف فيها اي رقم قدامك فيها 7 اهوت يبقى انا تبع الاف. طيب انا تبع الاف يبقى انا انتقالي داخلي. طب لانسينيدات ولا اكتينيدات؟ والله اللانسينيدات 4 اف، الاكتينيدات 5 اف، بس على حسب انتهينا 4 اف يبقى انت لانسينيدات. يبقى انا في سلسله اللانسينيدات يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم الف. طيب جميل جدا. طيب خش على اللي بعده رقم 18. بيقول لي عنصران اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى لكل منهما مركب يستخدم كمبيد للفطريات معروفين، اللي هو كبريتات المنجنيز كبريتات النحاس. يعني واحد منجنيز والتاني نحاس، اهو منجنيز ونحاس المركبات بتاعتهم يعني. طيب فإن العنصرين بيسأل عن عنصرين يقعان في المجموعتين. طبعا المنجنيز في المجموعة السبعة بي، يبقى السبعة بي أهيت، والنحاس في ال1 بي يبقى ال1 بي والسبعة بي، يبقى الإجابة الصح الإجابة رقم ألف قدامك أهي. طيب عنصر تي يحتوي على إلكترون واحد في المستوى الفرعي 3 دي، يعني التلاتة دي قدامك، تلاتة دي قدامك فيها واحد، وقال يحتوي على إلكترون واحد فهو تلاتة دي فيها واحد، ده السكنديوم طبعا عشان الأربعة اس فيها 2 يبقى ده عنصر السكنديوم. الأربعة اس فيها 2. تمام. طيب كل العبارات التالية صحيحة بالنسبة له ما عدا أول فلز انتقال رئيسي في جدول الدوري، هو أول واحد فعلا. طيب يستخدم في زراعة الأسنان؟ طبعا لأ، يبقى الإجابة رقم ب هي اللي غلط، هو عايز ما عدا، يبقى ما عدا الإجابة رقم ب. زراعة الأسنان وصناعة المفاصل دي طبعا بتاع الباشا اللي اسمه مين؟ التيتانيوم. تمام يا بطل؟ تمام، يبقى الإجابة ب غلط. طب رقم ج العنصر الثالث في الدورة الرابعة، هو رقم 3 عشان في عنصرين قبله في الاس اللي هم البوتاسيوم والكالسيوم، يعني بوتاسيوم كالسيوم سكنديوم، ففي عنصرين قبله فهو الثالث فعلا في الدورة الرابعة، يبقى دي برضه صح. عدد الالكترونات في ذرته يساوي 21. عدد الالكترونات في ذرته يعني العدد الذري، بدل قال كلمة ذرته يبقى ده العدد الذري بتاعه، فعلا العدد الذري 21. اهو كنا بنقول ارجون 18 4 اس 2 3 دي 1 18 و22 1 21. طيب رقم 20 العبارات التالية غير صحيحة عن عنصر انتقالي توزيع الالكتروني، خلي بالك ان هو عايز الغير صحيح. طيب 4 اس 2 3 دي 2 يبقى ده عنصر التيتانيوم. عنصر شديد الصلابة كالصلب لكنه اقل منه كثافة، ايوه صح. يستخدم في زراعة الاسنان، ايوه صح. يستخدم احد اكاسيده كعامل حفاز، لا طبعا. احد اكاسيده كعامل حفاز في صناعه مغناطيسات فائقه التوصيل، ده الفاناديوم اللي هو كان بيستخدم خامس اكسيد الفاناديوم V2O5 كعامل حفاز اثناء صناعه المغناطيس فائق التوصيل. تستخدم سبائكه مع الالومنيوم اللي هو التيتانيوم مع الالومنيوم في صناعه الطائرات والمركبات الفضائيه، صح. بقى الاجابه رقم ج اللي غلط. طيب 21 اي رسومات البيانيه التاليه الادق للتعبير عن التغير في متانه الالومنيوم والتيتانيوم. طبعا الالومنيوم متانته بتقل بزياده درجه الحراره، عشان كده ما كانش ينفع في الطيارات لوحده. لكن التيتانيوم عنده معلومه كده، يحافظ على متانته في درجات الحراره العاليه، بيحافظ عليها. وعلى هذا الاساس لما اجي ارسم بقى هلاقي ان متانه الالومنيوم بتقل والتيتانيوم ثابته. طيب فرقم الف بزياده درجه الحراره لقيت الالومنيوم فعلا قل قدامك اهو. طب والتيتانيوم راخر قال لي ده غلط، التيتانيوم ثابت. طب هنا الالومنيوم قال لي والتيتانيوم ثابت، ايوه، يبقى الاجابه رقم ب. يبقى رقم ب كده اللي صح، يبقى رقم ب كده اللي صح اهي. تمام.
طيب رقم ج، ده هو قلل التيتانيوم وزود لي الالومنيوم وثبت لي الالومنيوم، دي غلط طبعا. طيب هنا ثبت الالومنيوم برضو قلل، غلط برضو. تمام كده، يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم كام؟ رقم ب. بالاضافه كمان لو انت لاحظت من البدايه خالص لما كانت درجه الحراره بصفر هنا، لو لاحظت ان اصلا متانه التيتانيوم اعلى من متانه الالومنيوم صلب، لانه صلب كالصلب. وانت طبعا لما تيجي تقارن ما بين صلابه الصلب وصلابه الالومنيوم، لا الصلب اقوى، فعشان كده التيتانيوم من البدايه قوي. تمام، للتوضيح يعني فقط. طيب عينتان اكس واي، اذا علمت ان العينه اكس من الصلب وكتلتها 20 جرام، حلو. العينه واي من التيتانيوم كتلتها 20 جرام، يعني الاثنين نفس الكتله. طيب كان في علاقه متبادله ما بين التيتانيوم والصلب، اللي هي التيتانيوم شديد الصلابه كالصلب، يعني الاثنين متساويين في الصلابه. الصلب اللي هو الحديد مضاف عليه كربون، حديد وخلاص لحد دلوقتي. يبقى الاثنين متساويين مع بعض في الايه؟ في الصلابه. الاثنين تقريبا قد بعض في الصلابه. طيب ولكن انا عارف ان التيتانيوم وادي الصلب اللي هو الحديد، احنا كنا بنقول التيتانيوم اقل كثافه او اخف من الحديد. احنا كنا بنقول اخف يعني اقل كثافه، فنلاقي الحديد هو الاعلى كثافه. طيب استنى، الكثافه تتناسب طرديا مع مين؟ مع الكتله، ما الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، صح كده؟ يبقى الاعلى كثافه اعلى كتله، بس هو مديني في السؤال قال لي الاثنين نفس الكتله، يعني الكتله كده مش هتتاثر، بدل الاثنين نفس الكتله. طيب بما ان الكثافه بتساوي كتله على حجم، يبقى العلاقه ما بين الكثافه والحجم علاقه ايه؟ علاقه عكسيه اهي. كثافه بتساوي الكتله على الحجم. هو ثبت لي الكتله، خلاص سيبها على جنب، ما تخصنيش في حاجه، مش هتاثر. طيب يبقى الكثافه مع الحجم علاقه عكسيه. طيب بما ان الحديد اعلى كثافه يبقى اقل حجم، يبقى الاقي ان التيتانيوم اعلى من الحديد في الحجم. الحديد اللي هو الصلب يعني. طيب العينه واي، واي اللي هي مين؟ احنا كتبنا هنا التيتانيوم، يبقى هو العينه واي تيتانيوم، يبقى دي واي وده هي اكس. يبقى العينه واي اللي هي التيتانيوم اقل حجما، لا اعلى حجما، احنا قلنا هي اكبر في الحجم، يبقى دي غلط. العينه واي اكثر صلابه، لا احنا متساويين في الصلابه. العينه اكس اللي هو الحديد الصلب يعني اقل كثافه، لا ده اعلى كثافه، يبقى ما فيش غير الاجابه رقم ده اللي تنفع. العينه واي اكبر حجما، في الحجم هو التيتانيوم اعلى اللي هو الواي. طيب من العين خلاص هو اكبر حجم من العين اكس، خلاص تمام. 23 يوم. طبقة الأوزون تعمل كدرع واقي للأرض من الأشعة الشمس الفوق بنفسجية. أنا قلت لك الكلام ده إن أصلا كان إحنا عندنا طبقة الأوزون ولسه ما زالت موجودة، بس حصل فيها ثقب بسبب الغازات يعني والتلوث وكده. فطبقة الأوزون دي كانت بتحمينا من الأشعة الضارة زي الأشعة فوق البنفسجية وأشعات تانية كتير، تمام؟ طيب أي من العناصر الانتقالية اللي يدخل أحد أكاسيده في صناعة مستحضرات تقوم بنفس الوظيفة، بنفس الوظيفة اللي هي بتحمينا برضه من الأشعة فوق البنفسجية كطبقة واقية كدرع واقي، يبقى هو مين؟ التيتانيوم. أحد أكاسيده اللي هو ثاني أكسيد التيتانيوم TiO2، عنده دقائق نانوية تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية للإيه؟ للجلد. تمام يا بطل؟ تمام زي الفل، عسل أوي لحد دلوقتي. طيب رقم 24 بيقول لي النسبة بين عدد الإلكترونات المفردة، خلي بالك وعايز المفردة في العنصر إيه الذي يدخل كعامل حفاظ في صناعة النشادر؟ ده الحديد 26، توزيعه أرجون 18، 4s2 3d6. عنده كام إلكترون مفرد؟ عنده 4 طبعا، الاس مليانة، لكن الدي فيها 6، هوزع 5 فرادة وهعمل 1 ازدواج فيتفضل 4 فرادة، فعنده 4 إلكترونات مفردة. إلى تلك الموجودة في العنصر بالذي يدخل كعامل حفاظ في درجة الزيوت، يبقى ده النيكل 28، أرجون 18، 4s3d 4s2 3d 8، الاس مليانة، الدي فيها 8، هعمل 5 فرادة وهرجع أعمل 3 ازدواج فيتفضل 2 فرادة. يبقى إذا أنا عندي العنصر A والعنصر B، بص كده أدي العنصر A وأدي العنصر B، ده عنده 4 مفرد ده عنده 2، خلي بالك وعايز النسبة ما بينهم فهختصر هقسم على 2 فده 1 وده 2، يبقى 2 إلى 1 صح، يبقى الإجابة رقم ألف. تمام زي الفل. 25 أي من العبارات التالية صحيحة عن أحد أكاسيد المنجنيز، اللي هو غالبا يعني ثاني أكسيد المنجنيز MnO2، ده اللي كان موجود عندي في الاستخدامات يعني. اكسيد المنجنيز الرباعي في قبلها واحد يعني رباعي اللي هو ده منجنيز هنا موجب 4، لان الاكسجين بسالب 2 في 2 بسالب 4 يبقى ده بموجب 4، حلو. يدخل في صناعه العمود الجاف، صح والله، يبقى الاجابه رقم الف صح، ما فيهاش مشكله دي، يبقى رقم الف هي اللي صح، وعايز الاجابه الصحيحه. اكسيد المنجنيز الثلاثي ما عنديش استخداماته، اللي عندي بيستخدم في عمل الاسباغ اكسيد الكروم الثلاثي مش المنجنيز،
اكسيد المنجنيز الرباعي يدخل في تركيب مستحضرات الحمايه من اشعه الشمس؟ لا، ده اكسيد التيتانيوم الرباعي اللي هو TiO2. تمام. اكسيد المنجنيز الثنائي يدخل في صناعه الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل؟ لا، ده اكسيد الخرسين ZnO اللي هي الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل. تمام، يبقى الاجابه الصح رقم الف. 26 اكثر عناصر ال 3 دي وفره في القشره الارضيه، اللي هو الحديد طبعا، بدل قال اكثر عناصر ال 3 دي يحتل الترتيب الاول في السلسله اللي هي ال 3 دي، اللي هو الحديد، يتميز بكل من ما لم عدا. عايز الاجابه الغلط. عامل حفاز في صناعه غاز النشاد بطريقه هابر بوش؟ صح. عامل حفاز في تحويل غاز الماء لوقود سائل؟ بتاع فيشر وتروبش. طيب قابل للتمغنط يستخدم في صناعه المغناطيسات؟ صح، هو الكوبالت. يستخدم في زراعه الاسنان؟ لا، ده التيتانيوم، يبقى ما عدا الاجابه رقم د، يبقى ده اللي غلط. 27 بيقول لك اي من هذه المواد له استخدامات التاليه؟ ماشي. صناعه المغناطيس، اللي بيستخدم في صناعه المغناطيس الحديد والكروم وثاني اكسيد المنجنيز. الحديد ماشي، الكروم لا ما بيخش في المغناطيسات ولا ده كمان، يبقى دي غلط. طب الكوبالت، الكوبالت بيخش في صناعه المغناطيس. الحديد والكوبالت كلاهما قابل للتمغنط فينفع، لكن الكروم لا وده برضو لا. الكوبالت ماشي، ده برضو لا وده لا. طب الحديد والكوبالت هو الصح، وخامس اكسيد الفاناديوم كعامل حفاز اثناء تحضير المغناطيسيات فائقه التوصيل، فاذا هو فعلا بيستخدم كعامل حفاز في الحته دي، فهو بيستخدم في تحضير المغناطيسات، يبقى ديت صح، رقم ده صح. خلاص، هو مفيش غيرها اصلا. بس لما نيجي نكمل بقيه الحاجات بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا طلاء المعادن، النيكل والكروم، ومعاهم الخرسين كمان اللي هو الجلفنه. صناعه الطائرات، التيتانيوم على الالومنيوم، والتيتانيوم على السكن والسكنديوم على الالومنيوم، صح؟ اهو، لما السكنديوم مع الالومنيوم ديت اللي هي الطائرات المقاتله، لا اما التيتانيوم على الالومنيوم اللي هي الطائرات العاديه. طيب رقم 28 بيقول لي اي من مالي صحيح؟ المواد التي تدخل في الاستخدامات الطبيه. الكوبالت 60 بيطلع اشعه جاما، تستخدم في الكشف عن الاورام وعلاجها، يبقى ينفع. التيتانيوم بيستخدم في مستحضرات الوقايه من اشعه الشمس، وبيستخدم كمان كتيتانيوم، هو اللي كان بيستخدم فعليا ثاني اكسيد التيتانيوم في الحته اللي انا قلتها دي، لكن التيتانيوم فعليا بيستخدم في المجال الطبي في صناعه المفاصل وزراعه الاسنان، يبقى ينفع. ZnO بيستخدم في مستحضرات التجميل، تمام كده، بيستخدم في مستحضرات التجميل والدهان المتخنه في مستحضرات التجميل. فلحد دلوقتي هو يعني انا شايف لما نشوف الباقي نشوف في حد ادق منها ولا لا. يعني هو الكوبالت والتيتانيوم تمام. نقول له في دلوقتي اصلا في ناس بتحط مستحضرات التجميل بتدرجها تحت الاستخدامات الطبيه، تمام. فاحنا عايزين نشوف بقيه الاجابات ونشوف مين الادق وخلاص. تمام يا بطل، تعالى كده بروح رقم ب. التي اي احنا قلنا تمام ده معايا، والكوبالت معايا. محلول فيلنج ده بيستخدم في الكشف عن سكر الجلوكوز وبالتالي تشخيص مرضى البوليو السكري، الناس اللي عندهم سكر، يبقى ده استخدام طبي اهم من مستحضرات التجميل طبعا، يبقى الادق هي رقم ب، يبقى خلاص كده رقم الف غلط. طب رقم ج قلنا ده معانا، ده مبيد للفطريات، استخدام طبي علاج، مبيد للفطريات، الفطريات اللي بتظهر ما بين صوابع الرجلين دي. طيب وثاني اكسيد التيتانيوم يبقى ده ينفع. ثاني اكسيد التيتانيوم مستحضرات الوقايه من اشعه الشمس، ده الى حد ما مش استخدام طبي، يعني برضو رقم ب ادق، تمام، كاستخدامات طبيه، يبقى رقم ج غلط. رقم د قلنا ده تمام، نفس الكلام ده كمبيد للفطريات ومبيد حشري، ده وده محلول تاني. تعالى بقى لما نقارن ما بين ب ود، مين الادق؟ لا رقم ب. رقم ب ليه؟ رقم ب عشان محلول الفيلنج ده بيستخدم اصلا ليه؟ احنا قلنا محلول الفيلنج في الاثنين تمام، انا اسف. هنا بقى كوبالت 60 كوبالت 60 التيتانيوم زراعه اللي هي صناعه المفاصل ده استخدام طبي بحت، الناس اللي بتعمل حوادث وكده ربنا يعافينا، لكن ده ممكن اصلا انا استخدمه بره الاستخدامات الطبيه، زي كده مبيد للحشر بستخدمه في تنقية مياه الشرب زي مصر ما بتستخدمه. فالادق لحد دلوقتي رقم ب. تعال نبص على الناحيه الثانيه، احنا في رقم ب ود. هو بيقول لي المواد التي تدخل في مجال تنقية مياه الشرب، طبعا اللي بينقي مياه الشرب اللي مصر بتستخدمه كبريتات النحاس، فرقم ب وده البادئ فعلا بكبريتات النحاس اهو. طيب وتعقيم المواد الغذائيه، تعقيم المواد الغذائيه ينفع استخدم KMnO4 وينفع استخدم الكوبالت 60 المشع بيطلع اشعاع جاما اللي هي بتستخدم في حفظ المواد الغذائيه. طيب فينفع ده وينفع ده، الاثنين ينفعوا لحد دلوقتي. طيب والتطهير، لا التطهير كمان نفور مش المنجنيز بس، كمان نفور على بعضها، ماده مؤكسده ومطهره، تمام كده، يبقى الصح لحد دلوقتي الاجابه رقم ب. 29 ده اخر سؤال في الدرس، خلاص احنا بعد كده نخش اصلا على التركيب الالكتروني وحالات التاكسد، اللي هو الدرس الثاني بقى، المحاضره الثانيه اللي هتنزل لك بالمناسبه باذن الله يوم الاربعاء الساعه 8 مساء، تمام. طيب ادرس التفاعل التالي ثم اختر الاستخدام المناسب لكل من المادتين KMnO4 والاكس. طيب
الكي ام ان او 4 ماده مؤكسده ومطهره، صناعه العمود الجاف لا، دي لا، يبقى فاضل لي الف وب. طيب تعالى كده يا باشا، المعادله بتقول 2 كي ام ان او 4 هيديني كي 2 ام ان او 4 زائد او 2 زائد اكس. طيب انا بكل بساطه عشان اطلع الاكس فانا بشتغل على وزن المعادله. داخل كام بوتاسيوم؟ 2 او 2 كي، خارج 2 كهم كي 2. طيب داخل 2 منجنيز 2 ام ان، خارج واحده بس اهي، فاكيد ده فيه منجنيز ام ان. طيب الاثنين في 4 ب 8، يبقى انا داخل 8 اكسجينه، خارج هنا 4 هم، 4 و2 6، اتفضل من 8 2 يبقى او 2 بس. ام ان او 2 اللي هو عامل مؤكسد وعمود جاف عامل حفاز، ادي العمود الجاف، يبقى الاجابه رقم ب. بس يا باشا تمام كده. وبكده نكون باذن الله رب العالمين خلصنا حل الدرس الاولاني في المنهج بتاعك على عناصر الانتقاليه. اعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل زمايلك وكل يستفاد باذن الله. ما تنساش تنضم لنا على الجروب بتاع التليجرام، وتابعنا بقى على كل المنصات هتلاقيها موجوده تحت يعني. وما تنساش ان انت تعمل حساب على المنصه عشان باذن الله لما ننزل الاختبار يوم الجمعه تكون انت جاهز تخش تمتحن على طول وتجهز نفسك. تمام يا بطل؟ بالتوفيق باذن الله، بحبكم في الله، دعواتكم لوالدتي بالرحمه والمغفره. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.